عدت عليا بنوتة لطيفة ظريفة بتقول لي ما عنديش ثقة في نفسي، ودي حاجة بقيت بسمعها كتير. مهما كانت لطيفة، شكلها حلو، بتشتغل شغلانة كويسة، متعلمة تعليم كويس، مستواها الاقتصادي كويس، عيلة حواليها كويسة، إلا إنها ما عندهاش ثقة في نفسها. تعالوا مع بعض نشوف هي الثقة بالنفس بتيجي منين. بادئ زي بادئ، الثقة بالنفس بتتكون مع الأطفال وهم صغيرين، واللي بيساهم في تكوينها هو الأب والأم، عن طريق ان هم بيدوا بعض الكومنتس التشجيعيه، بيتكلموا بشكل يكون فيه اثراء واثناء على اللي هم بيعملوه. I praise my child, you are good في اللي انت بتعمله، انت كنت شاطره لما عملتي كذا. فده بيحسس الطفل من وهو صغير انه ليه قيمه قدام نفسه، وان هو كويس في حاجات كتير، عكس الابهات والامهات اللي طول الوقت بينتقدوا اولادهم وبيقولوا لهم انت عملت كده غلط، انت ما بتعرفش تعمل كذا، مش انا قلت لك مش عارفه ايه، انت ازاي حاطط ده. ده بيكسر البذرة الأولانية لتكوين الثقة بالنفس. لما حد بيبقى جاي من بيت وأوريدي كانوا بيكسروا في قدراته الذاتية للشعور بأن هو كويس، يبتدي يبقى عنده نوع من أنواع القلق من أنه هيعرف يعمل مش هيعرف يعمل، طب أنا كويس، طب أنا وحش، طب أنا أقول كده ولا أقول كده. فيبتدي يبقى عنده دايما قلق لنظرة الناس، أو قلق من نظرة الناس للأداء بتاعه، وده بيخليه دايما يبقى حاسس ان هو مش مرتاح وهو بيعمل اي حاجه، ودايما بيكويستشن هيم سيلف، بيتساءل مع نفسه اذا كان اللي انا عملته ده كويس ولا عملته ده وحش. بعض الشخصيات القلوقه بتكون عندها استعداد انها تكون افكار وسواسيه، فيبتدي يبقى فيه دايما doubts. I'm doubting everything I'm doing. انا بشك في كل حاجه بعملها، انا مش متاكد ان انا عاملها كويس، يا ترى هي كانت المفروض تبقى كده ولا كده. دايما بيبقى فيه تساؤل واحساس بان الشيء ما كانش معمول بالشكل المناسب. الاشخاص دول بنقول عليهم بيعانوا من اعراض وسواسيه، ممكن تكون وسواس فكري، وممكن يكون معاه حاجات برضو اداء اللي هي بنسميها الريتوالز او الطقوس، فيقعد يسال نفسه كتير، يحاول يعمل الحاجه كذا مره عشان يتاكد ان هو عملها كويس. ومن هنا يبتدي يقول انا ما عنديش ثقه في ادائي، انا دايما شاكك في ادائي. فعدم وجود الثقه في الاداء ساعات بيخليهم كمان كتير يبقى ما عندهمش ثقه في نفسهم. كون الشخص يكون عنده عدم ثقة في أدائه، أو دايما بيتساءل وبيتشكك في أدائه، دي عملية مرهقة ذهنيا جدا. وعشان كده كتير قوي بنلاقي إن منهم يبتدي يدخل عنده أعراض مش عايز أعمل الحاجة، أنا مش شايف الدنيا لها لازمة، أنا مزاجي وحش طول الوقت، أنا مش واثق من اللي أنا بعمله، أنا مش مركز كويس، أنا مش بفتكر كويس، أنا ما بعرفش آخد قرار. بس هو ده كله ليه؟ لأنه ما اتعلمش إن هو ياخد قرار يتحمل نتيجته، ويتقال له انه كويس او يتقال له انه وحش. ابتدى يبقى القلق عنده عالي جدا من اي بيرفورمانس او اي اداء هو بيعمله. لو هو عنده استعداد للوسواسيه، فبقى بيوسوس وبيمشي جوه الجزمه كتير، وبيجلد ذاته على اي قرار او اي اكشن هو عمله. الحاله المزاجيه دي او الحاله النفسيه دي بتبقى مفرخه جيده جدا، very lucrative production للدبريشن. يبتدي يحصل عنده اعراض اكتئاب، مزاجه وحش، مركزش كويس، حاسس انه مش مبسوط، حاسس انه مش مؤدي جيد، مظلوم في الدنيا دي، وما عندوش ثقه في قراراته. طب الغلبان المسكين اللي دخل في شويه توتر وقلق، وقلب معاه بوسواس، وقلب معاه باعراض اكتئابيه في اي مرحله من الثلاثه، ده بيحتاج علاج نفسي. العلاج النفسي ممكن على حسب السيفيريتي او شده الحاله. شده الحاله بنحكم عليها من الاعراض بتقعد قد ايه، والاعراض دي مأثره على البرودكتيفيتي والانتاجيه بتاعت الشخص ازاي. فلو هي خفيفه ممكن نشتغل سايكوثيرابي، علاج نفسي بمدرسه علاجيه معروفه باسم العلاج المعرفي السلوكي، او ممكن ان احنا نشتغل معاه باي مدرسه من المدارس المناسبه للعيان. هيجي حد لطيف ويقول لي طب نعمل ايه؟ اول حاجه التوعيه، ان اللي فيكم ماميز جداد او داديز جداد، خلي بالكم دايما ادعموا ولادكم، حتى لو بيعملوا حاجه غلط قولوا لهم الحاجه دي غلط، انت كويس، مش مفروض تعمل كده. لكن لما اقول له انت حمار، انت ازاي تعمل كده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انا هنا بشتمه هو، بخبط في ذاته. لكن دايما نعلق بشكل ايجابي على الفعل او بشكل سلبي على الفعل، بدون ما نخبط في ذات الطفل، وندعمه في اتخاذ القرار، ونخليه يقدر ياخد قراره ويبقى متاكد ان هو كويس، ونفكر معاه. دي كلها حاجات
بتساعد الشخص في انه يبقى عنده ثقة في ذاته من هو صغير. شفتوا بقى ان الثقة بالنفس بتبتدي من الصغر وبتدعم من الصغر عشان خاطر ما يبقاش فيه قلق، ما يبقاش فيه وسوسة، ما نخشش في اكتئاب. أدوية النفسية زيها زي أي دواء تاني، ممكن يبقى لها أعراض جانبية بس هي لها تأثير جيد جدا على تقليل الأعراض وعلاج المشكلة أو المرض اللي موجود عند الشخص. الأعراض الجانبية على حسب نوع الدواء، ومن حقك إنك تسأل على إيه هو العلاج وإيه اسمه وإيه دواء جرعتي، ومفروض إن أنا أتوقع أعراض جانبية شكلها إيه. من حقك إنك ترفضي أو توافقي على الدواء، لكن من حقك ومن واجب دكتورك انه يشرح لك لو ما خدناش الدواء هيحصل ايه، ولو خدنا الدواء هيحصل ايه. انا ما بيعديش عليا اسبوع غير لما اجي اكتب الدواء تقولي بس مش عايزاه يكون دواء ادمان. والجمله دي بقت مرتبطه كتير قوي بالادويه النفسيه. خليني اشرح لكم حاجه. الادويه النفسيه هي ادويه علاجيه لامراض ممكن تكون فتراتها الزمنيه قصيره، والقصير عندنا في النفسي بيبقى اسابيع لشهور، أو ممكن تكون لأمراض مزمنة زي الضغط والسكر، برضو الاكتئاب المزمن، القلق المزمن، اضطرابات الشخصية المزمنة. كل ده ممكن يحتاج إن احنا ناخد أدوية لفترات طويلة. 2، احنا بنعالج الاكتئاب الإدمان. 2، احنا بنعالج الإدمان، احنا لا نسبب الإدمان. إنما ممكن الناس تبقى متخيلة إنه طالما دواء نفسي وهاخده فترة طويلة يبقى إدمان. الكومبو ده غلط يا جماعة. الدواء النفسي اللي بيتاخد لفترات طويلة ما يفرقش خالص عن دواء الضغط ودواء السكر ودواء القلب. لازم يتاخد عشان يصلح مشكلة موجودة عند العيان، لكن هو الدواء نفسه مش بطبيعة إدمانية. الحالات المتوسطة والشديدة اللي بيبقى فيها إعاقة في الأداء وعدم ارتياح وأعراض نفسية عنيفة جدا، بنضطر هنا إن احنا نديهم أدوية نفسية. وفي الأدوية بقى ليا كلام معاكم كبير قوي.